لو سألتك النهاردة هو ليه الغدر وحش وليه العدل حلو، هتقولي بديهي يا عم الحاج. بس الحقيقة البديهية دي وراها معضلة كبيرة جدا لو شلنا الدين من المعادلة. النهاردة هنفكك سوا ازاي الإلحاد بيهد المنظومة الأخلاقية من جذورها، وازاي العلم والمنطق يقدروا يقولوا لك ايه اللي بيحصل في الطبيعة، بس مستحيل يقولوا لك ايه اللي لازم يحصل من الناحية الأخلاقية. يعني العلم يقول لك ان السم ده بيقتل، بس ما يقدرش كعلم يقول لك ممنوع تسمم حد، لأن دي قيمة أخلاقية مش معادلة كيميائية. الإلحاد بيعتمد على المادية، يعني إحنا مجرد صدفة تطورية ومجموعة ذرات اتجمعت، وهنا بتظهر الكارثة الكبيرة. لو إحنا مجرد مادة فقط، يبقى مفيش فرق جوهري بين صرخ الطفل بيتألم وبين صوت خبطة حجر في مية. الاتنين مجرد اهتزازات في الهواء، وده اللي بنسميه النسبية الأخلاقية. يعني الأخلاق بتبقى مجرد ذوق شخصي أو اتفاق اجتماعي بيتغير مع الوقت أو البيئة أو حتى الظروف. وده بيخلينا هنا نسأل سؤال: لو المجتمع كله اتفق بكرة إن الظلم ده صح، مين اللي يقدر يقول لهم إنكم غلط؟ مفيش مرجعية ثابتة أو مسطرة نقيس عليها لو مفيش إله وضع القانون ده، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. وربك لخص لنا الحقيقة دي في سورة الشمس لما قال إيه بقى؟ فألهمها فجورها وتقواها. فالفطرة الأخلاقية دي منحة ربانية مش تطور بيولوجي صدفة. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن الهدف الأسمى للرسالة هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق ليها أصل وثبات وكمال جاي من عند الخالق. المنطق بيقول إن الواجب الأخلاقي لازم يكون ليه ملزم، ولو مفيش حساب ولا جنة ولا نار، يبقى الأخلاق هتبقى مجرد عبء، هتبقى عبء على الشخص الذكي اللي يقدر يهرب من القانون الأرضي. لكن مع الدين الأخلاق بتبقى تعبد وسبيل للنجاة، زي ما النبي قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي النهاية الإلحاد بيحول الإنسان لآلة بيولوجية، والآلات مفيش عندها صح وغلط وأخلاق، هي عندها شغال وعطلان فقط. لكن بالدين إحنا أرواح مكلفة، أخلاقنا هي اللي بتدينا قيمنا الإنسانية الحقيقية. ومن غير خالق يحط لنا القواعد والأخلاق، العالم ده هيبقى غابة، القوي فيها هو اللي هيكتب أخلاقه بدراعه، وده أبشع كابوس ممكن تعيشه البشرية. فخليك فاكر إن أخلاقك مش مجرد عادة، ده عقد بينك وبين ربنا. وصلت؟